اهلا بيكم حبايبي في قناه بيتو بيتو تشانل. معاكم داليا. هنعمل النهارده وصفه صيامي او اقتصاديه. هنعمل سندوتشات الشاورما بطريقه بسيطه جدا وسهله بمكونين اساسيين. بس قبل ما نعمل السندوتشات هنعمل سلطه طحينه سريعه كده. زي ما انتم شايفين كده هنعمل سلطة الطحينة السهلة البسيطة. حطيت كام معلقة طحينة كده، وحطيت شوية مية من الحنفية، مش محتاجة مية ساقعة ولا اي حاجة. هبتدي ادوب كده الطحينة في المية واخلطها كويس جدا. انا زودت تاني طحينة لاني محتاجة كمية اكتر، فهزود كده. وبعد كده هبتدي احط التوابل بتاعتي عبارة عن ملح وكمون، وهحط شوية توم مفروم. ولو مش متاح توم مفروم ممكن تحطي توم باودر، واحط معلقه خل كمان. ولو عاوزه تحطي نص ليمونه مفيش مشكله. انا هكتفي كده. خلاص كده الطحينه بتاعتي بقت جاهزه وتقلها مظبوط وطعمها مظبوط. يلا بينا نشوف بقى الوصفه بتاعتنا هنعمل ايه. هجيب كده زي ما انتم شايفين بصلايه كبيره، وابتدي ان انا اقطعها طرنشات. عاوزه اقطعها شرايح رفيعه كده زي الشاورما. اوكي، شرايح كده سلايت رفيع زي ما انتم شايفين كده. بصلايه كبيره. تمام. الوصفة جميلة جدا وتغيير، حتى الناس اللي مش صايمين وحابين يعملوا حاجة يعني تغيير عن اللحوم والفراخ والحاجات دي. وكمان تنفع للناس اللي عاملين نظام غذائي، لانها برضو تعتبر ما فيهاش دهون كتير ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت كده البصلايه كلها. هنروح على البوتاجاز، ومعايا بقى طاسه تيفال او جريل زي ما انتم شايفين كده. حطيت شويه زيت صغيرين، وابتدي اول ما يسخن الزيت انزل بالبصلايه بتاعتي واديها تشويحه كده لحد ما ما تدبل. تعالوا بقى نشوف المكون التاني معايا ايه. معايا دلوقتي البتنجان الرومي زي ما انتم شايفين كده، غسلاه وقمت مقطعاه كده دواير. وهبتدي بعد الدواير كده اقطعه برضو شرايح تكون ما هياش رفيعه قوي وما هواش تخينه قوي زي الشاورما كده. تمام. وبعد ما هقطعه كله هرش عليه شويه ملح واسيبه شويه، مش هنقعه في ميه نهائي. تمام. وبعد كده رجعت للبصله بتاعتي اهي، يعتبر ان هي دبلت اهي. هبتدي احط بقى معلقه توم كده مفرومه صغيره، واديها برضو تشويحة لحد ما التوم كده ريحته تطلع. وبعد كده انزل بالبتنجان بتاعي وابتدي اقلب. ولو عاوزة تضيفي شوية زيت تاني ماشي، مش عاوزة خلاص على الجريل كده. وهدي النار وقلبيها كل شوية لحد ما تلاقي كل البتنجان ده دبل خالص. انا عملت بتنجانية واحدة بس. تمام. فزي ما انتم شايفين كده اهو، شايفين بعد ما سويته. انا مش عاوزاه البتنجان يطرى جدا، لا انا عاوزاه في تقطيمه كده شويه زي اللحمه لما بناكلها في الشاورما. زي ما انتم شايفين كده معايا كيس لتتبيله الشاورما. دي تتبيله بالفراخ، انا قريت المكونات بتاعتها. طبعا كلها توابل زي ما انتم شايفين. ولكن اللي لاحظته حاجه اول مره اعرفها، ان هو كاتبين على الكيس قد يحتوي على البيض والحليب. فخلوا بالكم لان هي طلعت فطاري، فانا طبعا مش هستخدمها. انا هحط كل التوابل الموجوده. طبعا موجود ملح وكمون وورق لورا وحبهان وجوز الطيب. بصوا هنحط التوابل كلها زي ما انتم شايفين كده. هي دي كل التوابل اللي موجوده على الباكت بتاعه تتبيله الشاورما. انا كنت هحطها عشان تدي نفس النكهه، ولكن اول ما اكتشفت ان هي فيها حليب وبيض طبعا ما تنفعش معانا احنا الصايمين. بعد ما خلاص كده تبلت، رحت حطيت شويه بقدونس. دقتها لقيتها محتاجه شويه ملح تاني، حطيت شويه ملح وكده بقت الاكله بتاعتي تمام وجاهزه وزي الفل. نبتدي بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا، وهقول لكم ليه خليت الطحينه بتاعتي تقيله. طبعا انت ممكن تحطي بدل الطحينه، عاوزه تحطي توميه صيامي. انا عامله على القناه طريقه التوميه الصيامي، احطها لك في اخر الوصفه، اتفرجي على الفيديو. ده عيش الشاورما السوري زي ما انتم شايفين. ده عيش جاهز بتلاقوه متاح يعني في اي مكان. زي ما انتم شايفين كده هو بيبقى رغيف كبير، وببتدي ان انا اتني جزء. وعندي كده الطحينه
انا محتاجاها ان هي تبقى تقيله عشان ما يعني ايه ما تطريش الساندوتش بتاعي وما تخرش كمان من الساندوتش بعد ما الف، فاهميني؟ فعشان كده احتاجت ان انا اتقل الطحينه بتاعتي. وهبتدي احط بقى البتنجان والبصل بتاعي. لو انت حابه زي ما قلت لك بدل الطحينه تحطي توميه مفيش مشكله. ممكن تحطي على الوش بقى اللي انت عاوزاه. انا هكتفي بكده وهبتدي الف الايه الساندوتش رول. ممكن تحطي من فوق بقى مخلل، زيتون، خيار، كابوتشا، طماطم، اللي انت حباه. اوكي، فاديني لفيت اول ساندوتش، هعمل لك كمان واحد تاني قدامك. الوصفة ما خدتش وقت خالص وبسيطة وتغيير. يعني البتنجان مش لازم يتعمل مقلي، مش لازم يتعمل مسقعة، مش لازم يتعمل بابا غنوج. احنا ممكن نخترع حاجات تانية وبرده ما خرجناش عن النطاق الوصفة ان هي تكون نباتية او صيامي. تمام. وزي ما قلت لكم هو ينفع للدايت لو انت مش عاوزه تعمليه في ساندوتش وممنوع عنك مثلا العيش او النشويات وكده. ممكن تتاكل بالمعلقه مفيش اي مشكله، وجنبيها شويه الطحينه يبقى حاجه زي الفل. لان احنا حطينا كميه زيت بسيطه جدا واعتمدنا على الايه الجريل اللي ما بتلزقش او التيفال، وشوحناها وتعتبر اكنها مشويه، اكن البتنجان والبصل مشوي. تمام كده. اديني عملت كده كام سندوتش. السندوتش الاولاني لقيته طويل شويه فايه ضميته وخليتهم كده بطول واحد. هكمل بقى بقيه السندوتشات ونروح على الجريل. نفس الجريل اللي احنا كنا شغالين فيها هبتدي احط فيها بقى السندوتشات. سخنتها كويس قوي وابتديت احط فيها على الفتحه بتاعه الرول بتاع السندوتش، الفتحه رحت حاطه عليها احطها في الايه في الجريل عشان تقفل. اهم حاجه عشان اقدر اقلبه ما يتفكش مني. تمام. مجرد ما هو ياخد بس لسعه كده وياخد التبصيمه زي ما انتم شايفين كده، ببتدي اقلبه على الناحيه التانيه. اوكي، الكميه اللي انا عملتها دي عملت 5 سندوتشات، يعني الاربعه دول، واحط واحد تاني دلوقتي بالعرض بوسع له اهو. ما تنسوش اللايك لو انتوا لسه معايا في الفيديو. وادي السندوتشات بتاعتنا مقفولة مش مفتوحة، والسندوتش واخد التحميصة من جميع الاتجاهات، وهنفتحه دلوقتي مع بعض وندوقه. طبعا ممكن تضيفي عليه اي اضافات. انا عملته كطريقه الشاورما، البصل والبتنجان، ولكن لو عاوزه تحوليه لفاهيتا وتحطي له بقى فلفل الوان وطماطم، اللي انت عاوزاه بقى، هي فكره وانت ابدعي. طبعا احلى سندوتشات اهي مع كوبايه الشاي، وبالف هنا وشفا للي ياكل. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير، واستنوني في وصفات تاني جديده وصيامي. وهسيب لكم في اخر الفيديو طريقه التوميه، وهسيب لكم ملف كامل للاكلات الصيامي كلها.